علمت أن الناس كلهم يتعادون ويتحاسدون ويتباغضون، فبحثت عن ذلك فوجدت السعة في الرزق والضيق في الرزق. فلما قرأت قول الله سبحانه وتعالى ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فألغيت الظل والحكمة، عرفت أن الناس يتعادون. فأول حاجة أقم الصلاة، لأنها استدامة إعلان ولاء العبد لربه كل يوم 5 مرات. ساعة ينادي الله أكبر، يقول لك إن الأصول بقى ربك يناديك فلا تشغل بمخلوق آخر لربك يناديك، ولا تعتقد أن الله يكلف عبدا تكليفا ثم يظن عليه باتساع الزمن له. ولذلك إذا أحب العبد شيئا قال الله أحببته يا عبدي سأوليك به. يعني واحد مات عزيز وقاعد زعلان ومعقد الدنيا، يقول له أنت حبيت الحزن شئته؟ قال أنا حبسطك وهخلي الحزن كل ما يقدم أجيب لك حزن جديد، كل ما يقدم أجيب لك حزن جديد. ولذلك يقول للناس سكوا باب الأحزان بمسامير الرضا. فماذا قال الرب الرحيم بالجميع؟ قال دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الحق سبحانه وتعالى جعل للمؤمن ابتلاءات، والابتلاء يجب أن يفهم على أنه امتحان. ابتليت الشيء يعني إيه؟ جبت حتة الذهب عايز أشوفها كويسة ولا مغشوشة، أقوم أبتليها بالنار، تيجي على النار علشان أشوف هي إيه، مغشوشة ولا مش مغشوشة. إذن فالابتلاءات التي تأتي من الحق سبحانه وتعالى يريد أن يميز الله بها الخبيث من الطيب، وهو يعلم من الخبيث ومن الطيب، إنما عايز علم بشهادتك أنت، لأنه لو قال بعلمه فيك يمكن تقول له لا ده أنت لو كنت ابتلتني كنت نجحت، يقول لك هنبتليك صح عشان أنت اللي تبقى إيه، اللي تبقى أنت إيه، اللي أنت تحكم. يقول ابن القيم من أراد انشراح الصدر وغفران الذنب وتفريج الكرب وذهاب الهم فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي عندما قال للنبي أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.